قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، موت في نصري، نصر دين وارض عليك. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب، للطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر. مساء الخير. ما بين اللي هيدي صوتهم لمرسي وما بين اللي هيدي صوتهم لشفيق، في ناس قررت انها تقطع الانتخابات وما تعترفش بالانتخابات الرئاسيه. شباب بالثوره. معايا هاجر الابياري. ازيك يا هاجر؟ هاجر من شباب الثوره اللي قررت ان هي تقاطع. مش شايفه ان المقاطعه دي شيء سلبي وخصوصا بعد الثوره يا هاجر؟ لا، مش شايفاه شيء سلبي خالص، علشان انا هختار بين مين ومين. بين 2 مرشحين للرئاسه، الصندوق هو اللي جابهم. مش هي الثوره قايمه على الديمقراطيه؟ ماشي اوكي، الصندوق جابهم بس انا مش عايزاهم. يعني انا رحت انتخبت واحد تاني خالص غير الاتنين دول، وهو ما طلعش في الاتنين اللي هيعيدوا، وانا مش عايزه ولا ده ولا ده، فاروح انتخب. طب الصح ان انا اسمع بقى، ما هو الصح اسمع ايه؟ كديمقراطيه خلاص انا دلوقتي المرشح بتاعي اللي انا كنت هنتخبه ما هي مش موجود. كديمقراطيه برضو من حقي انا ان انا مش عايزه ده ومش عايزه ده، فلا ارشح ده ولا ارشح ده. طب انت ما ادوتيش نفس، اصل انا بكلمك انت على اساس ان انت بتمثلي شريحه كبيره جدا اللي هم قرروا يقطعوا. اوكي. هي من قبل ما النتيجه تتعلن والناس قررت تقاطع، هل ده يجوز في ان احنا بنتكلم في بلد ديمقراطيه وان احنا عايزين نبدا حياه جديده وان احنا نشارك في الحياه السياسيه؟ مش الطبيعي كفكره ديمقراطيه ان انا خلاص المرشح اللي انا كنت مقتنع بيه ما نجحش؟ طيب ما انا اشوف في البرنامجين مين الاقرب للمرشح اللي انا كنت هنتخبه. ما فيش واحد فيهم اقرب واحد. انت اديتي لنفسك فرصه؟ واحد فيهم مرشح اسلامي صرف، والتاني انا مش عايزاه اصلا من البدايه، فما فيش حد فيهم اقرب للمرشح اللي انا عايزاه. يعني ما فيش حد فيهم هيديني اللي انا عايزاه، فاروح ارشح حد طب فيهم. انت المفروض من الثوره صح؟ طيب هو الاخوان كانوا ناس مشاركه في الثوره. اوكي. ليه ما فكرتيش انك لا على بس الأقل ممكن حتى الاخوان باعوا الثوره كتير. يعني الاخوان حد انا ما بثقش فيه، بلس ان انا مش عايزه حد اصلا اسلامي. يعني انا مش عايزه الدوله تبقى دوله اسلاميه وواحد بدقن هم ما بيقولوش ان احنا اسلاميين، بالعكس احنا دوله مدنيه واحنا الكل المصريين. لا محمد يا سلام. يعني محمد مرسي قال احنا لا انا ما بصدقهم. لو انت بتصدقهم او انت مصدق الحاجات دي انا ما بصدقش الحاجات دي. يعني انا ما بصدقهمش وما بثقش فيهم. كلامهم بالنسبه لي مش ما يعنيش حاجه. يعني انت مهما اي حد قال مش هتصدقي. طب وشفيق برضو اللي قال ان هو ممكن يدي فرص للشباب وانه عايز يبدا المصالحه ونقعد مع الشباب ونبدا نقعد على ترابيزه نتفاوض فيها. مصالحه عشان ايه ولا ايه؟ مصالحه عموما، خلاص بقى المصالحه انه ننسى اللي فات ونبدا من الاول. اول ايه؟ انسى ايه يعني؟ مش فاهم. انسى ناس ماتت ازاي يعني؟ مش فاهم. ما هو نبدا في مصالحه. لا ما هو اصل الناس لما بتموت ما ينفعش نتصالح بعدها. انت شايف ان موقعة الجمل رسميا شفيق متورط فيها، فما فيش، مش هتدي لنفسك فرصه تماما انك تبصي انك تقعدي على ترابيزه ونبدا بمصالحه او نبدا. طب انت عندك بقى مشكله. طب انت دلوقتي رايحه تبطلي صوتك، تعالي نتخيل سيناريو ان محمد مرسي اللي هو مرشح الاخوان كسب، ايه اللي ممكن انت وناس زيك يعملوه؟ هتحترموا الصندوق ولا ممكن تحصل ثوره او يحصل اي حاجه في الشارع؟ لا ما بعرفش اتنبأ بالحاجات دي. الناس دلوقتي ما بقتش يعني ما تقدرش تتنبأ بالناس ممكن تعمل ايه وامتى. انت موقفك هيبقى ايه؟ لا موقفي انا مش هعمل اي حاجه. تبقي قاعده في البيت. انت شايفه ان فعلا ان الاخوان، يعني لو كان الاخوان ايام محمد محمود واحداث مجلس الوزراء لو ما كانوش وقفوا مواقف سلبيه، وجهه نظرك يعني ان هم وقفوا مواقف سلبيه، كان ده ممكن يخليكي تثقي في الاخوان؟ كان ممكن. طيب هاجر، تفتكري برضو ان ممكن يكون موقف احمد شفيق موقعة الجمل هو ده السبب الوحيد للثوار ان هم ما فيش ثقه ما بينهم وما بينه، ولا ممكن يبقى في حاجات تانية؟ لا في حاجات تانية طبعا. ان هم شايفينه ان هو كلنا يعني شايفينه ان هو من الفلول.
واحد من نظام مبارك، فاحنا شلنا مبارك فنجيب واحد من نظامه تاني ليه؟ ما نجيب حد جديد نجربه من الاول. طب الاخوان لا مش عايزين الاخوان، يعني ما هو ما بقول أنت لك عايز حد يعني تاني عايزين حد جديد مش من الاخوان، ما ينتميش لجماعه مع يعني مع احترامي مثلا انت حمدين صباحي، ما هو يعتبر من النظام، اي حد كان مشارك في الحياه السياسيه ما هو نظام قديم. لا احنا بنتكلم كان في حكومه مبارك، كان قبل ما مبارك يتنحى كان طيب اخر رئيس وزراء حتى لو هو كان وزير، سيبك منه فكره انه راجل كان رئيس وزراء ايام موقعة الجامعه، لو نعتبر ان هو الراجل كان وزير الطيران المدني وكان راجل محقق الى حد ما نجاحات في وزارته، هو الوحيد اللي كان ايه النجاحات؟ نجاحات ايه النجاحات؟ احنا مطار القاهره اصلا مش نجمه واحده، مش واخد نجمه واحده عالميا. لا هو عالميا من احسن 20 مطار. لا ده الكلام ده بقى انت شفته سنه كام؟ لا مش سنه كام، مش فكره سنه كام، بس عامه يعني هو من الوزراء يعني القلائل في ايام حكومه مبارك اللي كان محقق نجاحات في وزارته يعني. فهو هل ده يعني مش ممكن يبقى نقطه ايجابيه ليه؟ لا مفيش اي نقطه ايجابيه ليه مهما كان هو كان كويس او وحش، ماليش دعوه انا هو كان ايه، انا ليا دعوه ان هو كان في نظام مبارك وهو اخر رئيس وزراء في عهد مبارك. احنا مش عايزين خلاص، هو يعني احنا خلاص مبارك شلناه وشلنا كل اللي كان معاه، احنا مش عايزين اللي كان معاه. ليه ما نجيبش واحد جديد؟ ليه يعني ما نجربش واحد جديد من الاول خالص ليه يعني؟ طيب انا تعالي ناخد كده سيناريو انه مرسي نجح، ماشي، شايفه انه مرسي ممكن ياثر على حريتك الشخصيه؟ اما حاجه ما اقدرش اعرفها، هو ما بيصرحش ان هو هيعمل اي حاجه ضد اي حد، ضد حريات الناس، بالعكس بيقول هحافظ على حريات الناس. حاجه ما اقدرش اعرفها وحاجه انا مش هصدقهم. طب انا مش هصدقهم، انا مش هصدقهم في انه حته، انا مش هصدقهم في الوعود اللي هم بيدوها لنا ان هم هيعملوها خلاص، لكن انا ما اقدرش اقول لك، زي ما بقول لك انا عندي ازمه ثقه معاهم، فما اقدرش اقول لك هم هيعملوا ايه. يعني انا ما اقدرش اتنبأ. لا انت مصدقه ولا مش مصدقه؟ لا مش كده، ما انا ما بصدقهمش، وفي نفس الوقت عندي معاهم ازمه ثقه، انا ما بثقش في كلامك، فانا ما اعرفش انت هتعمل ايه، ما اقدرش اتنبأ بقى بالتالي ان انا اعرف انت هتعمل معايا ايه بعد لو انت مسكت. اوكي. طيب انت مؤمنه ان ممكن زي ما بيقولوا كده ان احمد شفيق لو نجح يطبق الثوره الرومانيه اللي هي اعدمت كل ممكن؟ ما هو ده التفكير بتاع الثوار، ان احمد شفيق يعني هي يعني احنا بنعيد الثوره الرومانيه في مصر. يعني انت مؤمنه ان ممكن احمد شفيق يعمل ده؟ وبرضه انت مؤمنه؟ لا مش مؤمنه ولا حاجه، ده الحقيقي، يعني مش قصه انا بس المؤمنه، ده اللي هيحصل فعلا. ده اللي هيحصل، انت خلاص واثقه ان هو هيعمل ايه؟ يعني مثلا هيعمل ايه؟ هيجيب مثلا ابو فتوح وزير، هيجيب البرادعي رئيس وزراء، هيعمل كده؟ احمد شفيق يعمل كده؟ ليه لا؟ لا مش هيعمل كده طبعا. طب في وثيقه دلوقتي، يعني وثيقه وطنيه جميع الثوار متفقين عليها انه اي من المرشحين لو مضى على الوثيقه دي هم خلاص هيأيدوه. هيعملوا ايه؟ هيأيدوا المرشح اللي هيمضي على الوثيقه دي. هم مين اللي هيأيدوه؟ الثوار. وبعدين لو الوثيقه دي اي من المرشحين الاثنين وافقوا عليها، وافقوا على كل البنود اللي فيها، هيترشح. هو يمكن رايحه شويه لمحمد مرسي اكتر يعني. هل انت شايفه انه ده حاجه ممكن تدفعك انك تغيري رايك بدل ما تبقي انك هتقطعي تتفقي مع الثوار وتروحي معاهم؟ والله ممكن لو هو وافق على شروط معينه ممكن، بس مش يعني لا ما فيش، لا ما اعرفش، ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ لا ما ينفعش ان انا بص، هي الموضوع بالنسبه لي مش قادر، يعني مش قادره ان انا اروح ادي صوتي لحد في دول، ما اعرفش. حتى لو وافق على شروطك؟ حتى لو وافق على شروطك. انا شروطي مش يعني ممكن تكون شروطي مش زي، يعني ممكن يكون عندي حاجه اكتر مثلا. زي ايه؟ نفترض، لا مش زي ايه، افرض انا عندي حاجه اكتر، انا ما اعرفش اصلا، يعني احنا مش حافظين دلوقتي الشروط بقى ومعانا ورقه وهنقعد نقولها، افرض انا عندي حاجه اكتر هم مش كاتبينها، او انا عندي حاجه تانية خالص عايزه اعملها. هقول لك لحد ما يعني بند منهم انه نائب الرئيس والرئيس الاثنين يعني يوافقوا على القرارات اللي تطلع الاثنين مع بعض، يعني ويكون نائب الرئيس طبعا ثوري، يعني ناس من الثوريين، يعني مثلا زي حمدين ابو الفتوح، يعني ايا كان اللي هيبقى ان هم الاثنين يبقوا مع بعض. تاني نقطة انه يكون تأسيس اللجنة الدستورية، الناس اللي هيكونوا في اللجنة الدستورية 50% وزائد واحد كمان من الثوار، ما يكونوش مثلا من حزب الأغلبية اللي هو الإخوان. حاجات من النقط اللي فعلا ترضي جدا طموح ناس كتيرة من الشعب المصري اللي انت منهم.
ماشي اوكي. هل انت بقى تعتقد ان هم يعني حد في الاثنين المرشحين دلوقتي حد منهم ممكن ان هو يوافق عشان انا اقول له ان انت عشان عايزني ارشحك ان انا لازم تمضي لي على ورقه بالحاجات دي؟ تقدر يعني ده ينفع؟ هم هيرضوا؟ ما هو لو احنا اتفقنا انه في ورقه وانه الورقه دي هتتمضي، لو حصل ان هو اخل باي بند من البنود دي تسقط شرعيته قبل ما يخش اصلا. ما هو على الاساس ده انت هتخش تدعميه. اوكي ماشي تمام معاك جدا. بس انت ده بقى ممكن يغير وجهه نظرك. ممكن. هاجر، ايه رايك في الاتجاه اللي بيقول ان احنا نسيب الاخوان والفلول يخلصوا على بعض واحنا ننظم صفوفنا عشان المعارك اللي جايه، عشان السنين اللي جايه؟ موافقه عليه. يعني انت موافقه ان انت ممكن تحترمي الصندوق، خلاص رئيس الجمهوريه سواء محمد مرسي او احمد شفيق اي حد منهم يجي، وانك تبداي انت وجيلك والجيل ده ان هو يبقى فعلا يعني يقدر يشارك في الحياه السياسيه بجد، يبقى عنده نضج بجد ويقدر يتكلم بجد. انت مستعده انك هتعملي ده، ولا ممكن يبقى عندك حاله اللي هو السلبيه خلاص بقى احنا خلاص الثوره راحت مننا؟ لا بالعكس يعني انا شايفه يمكن على قد ما اللي احنا فيه دلوقتي سيء قوي ان احنا بنختار، يعني محطوطين قدام اختيار اتنين يعني اسوأ من بعض جدا، بس اللي بيخلينا شويه في ناس عندها امل ان احنا عارفين ان اللي هيطلع اللي هياخد المنصب ده هيبقى التاني دايما بيحاربه، فهم الاتنين اوريدي هيحاربوا بعض، فاحنا في الاخر هنشوف ايه اللي هيحصل من كل المعركه دي وهنبتدي ان احنا نتحرك على اساسه. طيب هاجر، انت الايام اللي جايه المفروض يعني السنين اللي جايه يعني المفروض ان الثوار يستوعبوا الدرس ويبداوا يوعوا الناس. تمام. انت في الاول في الاخر اللي جاب الاثنين اللي هو محمد مرسي واحمد شفيق هو اللي جابهم الشعب. تمام. انت بتلومي على الشعب طبعا اللي جابهم، وشايفه انه ممكن يكون الشعب، بس ما بلومش على الشعب بس يعني لا طبعا يعني احنا مش هنبقى للدرجه دي، يعني احنا ما بنلومش على الشعب، انا بنلوم كمان على الناس اللي ما رضتش تتحد مع بعض ويكثفوا الاصوات. كويس طبعا حلو. طبعا. يبقى انت بتتكلمي في نقطه ان بتلومي على الشعب وتلومي على الثوار. ايه الخطوات اللي ممكن الشباب الثوري انه يبدا يعملها؟ ان احنا نوعي الناس ان هم يبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط. توعوا الناس ازاي؟ يعني باي طريقه توعوا الناس؟ يعني نعمل لهم اعلانات توعيه، ننزل نكلمهم في الشارع كده. تشتركوا في احزاب او احزاب؟ بص اقول لك على حاجه، انا عن نفسي ما برجعش موضوع الاحزاب ده، بحسه مش مفيد خالص. الناس اللي في الاحزاب دي ما تعملش اي حاجه خالص، رايحين الحزب وجايين من الحزب وما اعرفش ايه، ويعملوا اجتماعات ومؤتمرات وافلام فاضيه كده، ما بحسهاش ان هي بتعمل اي حاجه خالص في الدنيا يعني الناس كلها. في كام حزب دلوقتي في مصر بعد الثوره؟ كتير. بيعملوا ايه؟ في ناس بتعمل حاجات يعني بيعملوا ايه؟ يعني في حد، يعني هل انت عندك نتيجه الانتخابات مثلا اتغيرت عن ان انت رايح ترشح واحد ادالك شويه فلوس ولا شويه اكل ولا معرفش ايه، ولا واحد تاني عشان انت خايف؟ مفيش فكر اتغير. فيعني ده بالنسبه لي الاحزاب دي ما بتعملش اي حاجه، ده يعني اكبر دليل ان هم فشله يعني. طيب هاجر، في كده مقوله تقول لك انه لو نجح شفيق اسهل ان احنا نشيله، يعني خلاص احنا نأيد شفيق، فشفيق اسهل ان احنا نشيله، بس الاخوان صعب يتشيل. ان هو يعني ده لا وراه حزب ولا جماعه ولا اي حاجه. انت شايفه ان الموضوع بقى، وان لو في ناس برضو تقول لك ننتخب مرسي، يبقى مرسي برضو سهل ان احنا ان احنا نشيله. انت شايفه ان الموضوع بقى خلاص ان اللي يجي سهل ان احنا نشيله، يعني احنا بننتخب عشان نشيل؟ شايفه ان ده صح؟ لا هو مش صح، هو مش قصدهم كده، هو مش سهل ان احنا نشيله يعني نشيله اول ما يقعد، لا هم قصدهم سهل يعني ان الاخوان كان عشان ليهم مقولات كتير بتقول لك احنا لو قعدنا على الكرسي مش هنمشي. لا مش هم اللي بيقولوا، لا الناس هي اللي بتقول. لا مش الناس اللي بتقول، في تصريحات للمرشد الاخوان بتقول ان احنا لو اخذنا السلطه لن نتركها. لا مش ده، مش المرشد هو اللي بيقول، دي حاجه المفروض قديمه، واللي كان بيقولها ما كانش مرشد اخوان مسلمين قديم، واحد مش بديع. اوكي بس هم ده فكرهم. هو انت فاكر يعني ان هو شخص واحد اللي بيفكر؟ لا ده فكر جماعه. فالجماعه كلها بتفكر بنفس الطريقه. وهو يعني هو لو انت بتقوله ده صح، هل هم يعني هم دلوقتي عايزين كراسي مجلس الشعب كلها، مجلس الشورى كلها، والرئاسه وما اعرفش ايه، كل ده ليه؟ عشان خاطر ايه يعني؟ عشان يمشوا ويسيبوها؟ يعني مثلا يا هاجر انا بشكرك واتمنى ان انت تفكري تاني وحاولي تكوني، طبعا انا مش بقول لك ان انت سلبيه، انت ايجابيه في ان الاثنين مش عاجبينك ده حاجه، بس يعني حاولي اول نقطه ان احنا نتعلم فيها الديمقراطيه ان احنا نتقبل بالامر الواقع، لانه اول طريق للنجاح هو ان احنا نعترف
بالفشل والهزيمه. فلازم نعترف بالفشل والهزيمه عشان نبدا ننجح في الايام اللي جايه. حاولي تفكري تاني، وحتى لو وصلتي لنفس تفكيرك طبعا ده راي محترم يعني ويحترم. شكرا يا هاجر، اشوفكم الاسبوع الجاي. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، موت في نصري، نصر دين وارد عليك. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب. الطوفان ما يجي خلتني اخاف عليك يا مصر.